السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجال، عاملين ايه؟ رجعنا تاني بحاجة اسمها الكومباراتيف او superlative. comparative المقارنة ما بين حاجتين، superlative معناها المقارنة بين اكتر من حاجتين. دلوقتي بنتكلم في يونت 11، يلا بينا. طبعا عندنا هنا يا دكاترة بنتكلم عن حاجة مهمة جدا. لو حضرتك رايح عشان تشتري مثلا هدوم العيد، خلاص فانت جاهز، الدنيا تمام التمام، وبابا معاك. فدخلت المحل، بابا قال لك انا عايزك تشتري تيشيرت واحد بس. هوب دخلت لقيت تيشيرتين، الاتنين هيطلعوا من عينيك. فانت كده هتضطر انك تعمل حاجة اسمها comparative، يعني مقارنة ما بين حاجتين. مقارنة ما بين كام حاجة يا مستر؟ اتنين. طب اعرف منين بقى اللي انا بقارن بين حاجتين؟ الاقي كلمة اسمها زان، الاقي كلمة اسمها زان اللي معناها من. يبقى كلمة زان لما اشوفها اعرف على طول اللي دي comparative، يعني مقارنة ما بين اتنين. ساعتها اسأل نفسي سؤال بسيط جدا: هل الصفة بتاعتي قصيرة ولا طويلة؟ لو الصفة بتاعتي قصيرة يبقى احط لها اي ار، اما لو طويلة احط قبلها المور او لس. مور اكثر، ليس اقل. طب يعني ايه يا مستر اصلا صفة قصيرة ويعني ايه صفة طويلة؟ الصفة القصيرة اللي فيها مقطع صوت واحد، يعني بنطقها بسرعة ما بقطعش فيها، زي كلمة big. big قلتها بسرعة من غير ما اقطع فيها. short short نفس الفكرة. easy easy ما قطعتش فيها. tall tall ما قطعتش فيها. طب بص beautiful، ايه ده يا مستر؟ دول 3 syllables، دول 3 مقاطع صوتية. لا كده يبقى طويلة. طب crowded، لا يا مستر ده كده مقطعين، يبقى معنى كده اللي دي صفة طويلة. طب dangerous، يا لا يا مستر ده 3 مقاطع. طب important، لا برضو طويلة. يبقى الصفة القصيرة هي اللي فيها مقطع صوت واحد بقولها على طول من غير ما اقطع، اما الطويلة بقطع فيها علشان هي طويلة. طيب مثال بسيط جدا، لما نيجي نقول سامي is not big than أحمد، سامي بيكون أكبر من أحمد. هنا أنا لقيت كلمة than، فعرفت إن المقارنة ما بين حاجتين. فأسأل نفس السؤال: هي كلمة big قصيرة ولا طويلة؟ نطقتها مرة واحدة ما قطعتش فيها يبقى قصيرة، هحط لها اي ار. بس خلي بالك يا مستر ان كلمة بيج اخرها حرف جي، والجي ده حرف ساكن وقبليه حرف متحرك اللي هو الاي. فلو عندي صفة اخرها ساكن قبلها متحرك هزود الحرف الاخير تاني واحط الاي ار، فتبقى بيجر. طبعا الحروف المتحركة هي الاي والاي والاي والاو واليو. طيب الجملة اللي بعد كده English is not than math، يعني الإنجليزي أسهل من الماث. طبعا لقيت كلمة than، عرفت إن المقارنة ما بين حاجتين اللي هو الإنجليش والماث. فسألت نفس السؤال: هي كلمة easy قصيرة ولا طويلة؟ طلعت قصيرة عشان قلتها مرة واحدة. حلو، يبقى أحط لها اي ار. بس خلي بالك يا مستر إن آخرها واي، والواي لما يجي قبليها حرف ساكن هشيل الواي واحط مكانها اي، فتبقى easier. شلت الواي عشان جه قبلها حرف ساكن consonant فشلته وحطيت مكانها اي ار. نخش على الجملة اللي بعد كده: منى is not than سارة، منى بتكون أجمل من سارة. طبعا لقيت كلمة زان فعرفت اللي دي مقارنة ما بين اتنين اللي هي منى وسارة. كلمة beautiful طويلة ولا قصيرة؟ لا طويلة، فهحط قبلها مور أو لس، هنقول مثلا مور beautiful. طيب جملة كمان: أشرف is 16 years محمد is 17 years. أشرف عنده 16 سنة أما محمد عنده 17. عايز أدخل كلمة older أكبر. طب سهلة وبسيطة، مين هنا الأكبر؟ أشرف ولا محمد؟ لا محمد عشان عنده 17، فهنقول محمد. محمد إيه is يكون older أكبر than من، طبعا than لازم تيجي عشان أعرف إن أنا بقارن من اتنين. أشرف، يبقى أخونا محمد أكبر من أشرف. خلصت، الموضوع منتهي. يبقى الموضوع بسيط جدا يا جماعة. كلمة زان يبقى بقارن بين اتنين، صفة قصيرة اي ار على طول، طويلة احط قبلها مور او لس. وخلي بالي من التركتين اللي انا قلتهم بتاعت المثال اللي اوله سامي وانجلش. طيب السوبرلاتيف او المقارنة ما بين اكتر من حاجتين،
نفس محل الهدوم اللي انت راح تجيب منه لبس العيد، لكن المرة دي انت مش حابب تيشرتين، ده انت المرة دي عندك اكتر من تيشرتين بتحبهم. دخلت المحل لقيت 10 تيشرتات كلهم زي الفل. فانت كده هتضطر انك تعمل سوبرلاتيف، يعني المقارنة بين اكتر من حاجتين. هتمسك تيشرت معين وتقارنه بكل التيشرتات، عشان بابا حلف انه مش هيخليك تشتري غير واحد بس. فساعتها مش هلاقي حاجة اسمها زان بقى، الكلام ده كان لعبة عيال. المرة دي هلاقي حاجة اسمها ازاي. هلاقي حاجة اسمها ايه؟ ازاي. وبرضه هسأل نفسي نفس السؤال: يا مستر هي الصفة قصيرة ولا طويلة؟ لو الصفة طلعت شورت قصيرة يبقى هحط لها حاجة اسمها اي اس تي. هحط لها حاجة اسمها ايه؟ اي اس تي. اما لو طويلة لونج هحط قبلها موست او ليست. موست معناها الاكثر، يعني مفيش اكثر منه. ليست معناها الأقل، يعني مفيش أقل منه. يبقى تاني السوبرلاتيف المقارنة بين أكتر من اتنين، ألاقي كلمة ذا. صفة قصيرة اي اس تي، أما لو طويلة أحط قبلها موست أو ليست. طب يلا على المثال بتاعنا بتاع سامي برضو. لما يجي يقول لي سامي is the نقط boy in the school. سامي بيكون أكبر ولد في المدرسة كلها. لقيت كلمة ذا فعرفت إن المقارنة بين أكتر من حاجتين، علشان كده أنا بوصف سامي وبين كل الولاد الموجودين في المدرسة. لقيت ذا هسأل نفس السؤال: يا بج أنت قصيرة ولا طويلة؟ أنا نطقتها مرة واحدة ما قطعتش فيها فبقى قصيرة. بس خلي بالك مني، أنا آخري حرف ساكن وقبليه حرف متحرك، فأنت هتزود الحرف الأخير بتاعي وتحط لي اس تي، فتبقى باجست. ايه ده يا مستر؟ ده نفس اللي قلناه في كلمة زان. بالظبط، بس الفرق هنا في اي اس تي. نخش على المثال اللي بعده: English is not subject in my school. الانجليزي هو اسهل مادة في المدرسة بتاعتي. طبعا لقيت كلمة ذا فعرفت ان المقارنة بين اكتر من اتنين superlative، فبصيت على كلمة easy لقيتها قصيرة ما قطعتش فيها، فعشان كده لازم احط لها اي اس تي. بس قال لي خلي بالك انا اخري واي وقبليه حرف ساكن، فانت تشيل الواي وتحط مكاني اي وتكمل عادي خالص، فتبقى easiest. هشيل الواي احط اي والاي اس تي. ايه ده؟ بس كده؟ بس كده. طب المثال اللي بعده: منى is the نقط beautiful girl in Cairo. منى هي أجمل بنت في القاهرة. هنا أنا مش بقارن بين منى وواحدة تانية، يعني هنا بقارن بين منى وكل البنات الموجودين في القاهرة. طبعا لقيت كلمة ذا فعرفت إن المقارنة بين أكتر من حاجتين. هبص على كلمة beautiful لقيتها كلمة طويلة يا مستر. beautiful دول 3 syllables، دول 3 مقاطع صوتية، فعشان كده لازم أحط قبلها most أو least، فهنقول most و beautiful تنزل زي ما هي. المثال اللي بعده: Lions are more dangerous than monkeys. الأسود بتكون أخطر من القرود. بقارن بين حاجتين عشان لقيت كلمة than، وكمان لقيت كلمة lions و monkeys الاتنين بس، فمعنى كده اللي أنا عايز أدخل كلمة most. وطبعا أنا مذاكر إن كلمة most بتيجي مع أكتر من حاجتين مش مع اتنين، فسهلة وبسيطة. يبقى أقول lions الأسود مالهم are بتكون most، والصفة بتاعتي dangerous الأكثر خطورة، وأحط الإيه النقطة. طب يا مستر كلمة monkeys مش هنزلها؟ لأ، عشان لو هنا نزلتها يبقى المقارنة رجعت تاني بين حاجتين فباظت. مستر أنا حاسس إنك غلط. إزاي يا عم؟ أنا عامل صح. لا يا مستر أنت غلطت. أنت عرفت لما أنا علشان أعرف إن الجملة دي superlative أكتر من حاجتين، مش المفروض ألاقي كلمة ذا؟ لا عندك حق. فالمفروض يا مستر تكتب ذا، بعد كده most، بعد كده كلمة dangerous، وتحط الفول ستوب. يبقى باختصار شديد يا شباب الكومباريتيف المقارنة من حاجتين الاقي زان شورت قصيرة اي ار. طب لونج مور او لس، مور اكثر لس اقل. طب السوبرلاتيف او المقارنة بين اكتر من حاجتين الاقي كلمة ذا. طب لو طلعت شورت قصيرة يبقى اي اس تي على طول. طب لو طويلة يبقى قبلها موسى وليست الاكثر وليست الاقل. طيب يا مستر في عندي حاجة اسمها الصفات الغير منتظمة او ال irregular adjectives. مالها الصفات دي يا مستر؟ صفات رزلة كده بضطر احفظها زي ما هي.
ايه ده يا مستر؟ زي الافعال الغير منتظمة eat ate eaten وبيلد بيلت بيلت، حاجة شبه كده، فبضطر برضه احفظها. فلو لقيت كلمة good ولقيت كلمة than مقارنة من اتنين هخليها better. طب لو كانت مقارنة من اكتر superlative لا هخليها the best. طب bad وعرفت ان المقارنة بين اتنين يبقى worse. طب اكتر the worst. طب far اللي معناها بعيد، طبعا bad معناها سيء، far معناها بعيد، لو لقيت مقارنة من اتنين يبقى farther. طب اكتر farthest. طب a little او a few اللي معناهم قليل، لو لقيتهم مقارنة بين اتنين يبقى less. طب اكتر least. طب many او much اللي معناهم اكثر، مقارنة بين اتنين يبقى more. طب اكتر يبقى most. مستر مش فاهم، اديني كده مثال بسرعة. حاضر. لما اجي اقول لك سامي is not good than أحمد in English. ايه اللي حصل؟ لقيت هنا كلمة زان فعرفت ان دي comparative مقارنة من اتنين، فهسأل نفسي سؤال، صفة قصيرة ولا طويلة؟ كلمة جود قصيرة حط لها اي ار تبقى جودر. ايه ده شبه مرض الجدري ده يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا اكيد لا طبعا. كلمة جود هنا صفة irregular غير منتظمة، بضطر احفظها زي ما هي، فطبعا لقيت كلمة زان فتبقى better. بس بمنتهى البساطة. يلا بينا ناخد غطس في الأسئلة اللي موجودة عندنا في كتاب المعاصر اللي ليها علاقة بالستودنت بوك والأسسمنت بوك. ورجعنا لكتاب المعاصر علشان نحل الأسئلة. يلا بينا. نمبر 1. No one is taller than علي. مفيش حد أطول من علي. عايز أدخل كلمة tallest الأطول مقارنة بين أكتر من حاجتين، يبقى هقول علي ماله يا مستر is بيكون. طبعا tallest يبقى أحط زي قبلها عشان دي superlative. tallest بس. علي is the tallest. علي بيكون الأطول. الموضوع انتهى. Number 2. هاري is fatter than every student in class. هادي هو جسمه أكثر ملائمة من كل تلميذ موجود في الكلاس الفصل. عايز أدخل كلمة ذا، يبقى أقول هادي. طبعا عايز أخليها أكتر من حاجتين superlative، يبقى هادي ماله ماله إيه بيكون إيه ذا. طبعا كلمة فت قصيرة يا مستر فحط لها اس تي، بس اخرها تي ساكن قبلها متحرك فهزود التي كمان واحط لي اس تي، تبقى هاري is the first student in class. فاري هو أكثر تلميذ ملائمة في الفصل. يلا. تامر is fastest runner in the race. تامر هو بيكون أسرع عداء في السباق كله. عايز أبدأ بكلمة no runner يعني لا يوجد أو لا عداء، يبقى no runner لازم أبدأ بيها علشان بدأها لي بكابيتال. no runner يعني مفيش عداء. ماله مفيش عداء؟ إيه يكون إيه faster. هرجعها تاني comparative مقارنة من اتنين. faster أسرع than من تامر. ايه ده يا مستر؟ ده شبه الجملة الأولانية بتاعت نو وان بالظبط. فول ستوب في النهاية. نمبر 4. I am 16 years old. نهى is 17. أنا عندي 16 سنة أما نهى 17. كلمة younger معناها أصغر مقارنة بين اتنين. مين هنا الأصغر؟ أنا، يبقى I am أنا أكون younger أصغر than من نهى. سهلة وبسيطة. Number 7. The elephant is big. The mouse is small. الفيل بيكون كبير والفار بيكون صغير. عايز ادخل كلمة bigger اكبر. مين الاكبر هنا؟ The elephant. يلا بينا. يبقى هقول the elephant ماله الفيل is بيكون bigger اكبر. طالما في er يبقى في than اكيد. than mouse او the mouse يكون اصغر او سوري اكبر من القرد ولا الماوس الفار. لا يا مستر ركز. Number 6. My house is far. بيتي بيكون بعيد. Your house is near. بيتي بيكون بعيد.
بيتك بيكون قريب. عايز ادخل كلمة the nearer، طيب، او كلمة nearer اللي معناها اقرب، يبقى هقول your house، منزلك، is بيكون nearer اقرب than من my house، من منزلي. Number 7. Sarah is talented. Her sister is less talented. سارة بتكون موهوبة، أختها بتكون أقل موهبة منها. عايز أدخل كلمة زان، يبقى مقارنة بين اتنين، comparative. طب سهلة بسيطة، يبقى أقول سارة عشان هي talented is بتكون، طبعا كلمة talented قصيرة ولا طويلة؟ لا يا مستر، ده أنا قطعت فيها، يبقى طويلة. يبقى هقول more أكثر، talented أكثر موهبة، than من her sister، من أختها. بس بمنتهى البساطة. نكمل الباقي homework اللي هو من أول 8 لحد 15، والموضوع انتهى. أذاكر كلمات كويس أقدر أحل عليها، والموضوع يبقى سهل وبسيط جدا بإذن الله. مش ننسى نعمل لايك، سبسكرايب، نكتب كومنت. لو في اي حاجه واقفه معاكم ابعتولي. ساعات بيكون ضغط الشغل عليا كتير، فما بقدرش ان انا اسجل بشكل منتظم قوي، فلما بلاقي حد بيطلب مني فيديو معين اكيد طبعا هعمله، وده بيكون تشجيع اكتر، بيحسسني ان في حد محتاج مني معلومه. بكل بساطه سهله ايه، ما تهبطش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.